أهلا بكم وحلقة جديدة من مسلسل فهد البطل. بتبدأ حلقتنا النهاردة وبنشوف كناريا وأبوها ماسك السكينة وهيبدأ يضربها بيها، وطبعا فهد واقف شايف المنظر ده وكمان بيصور بموبايله. أبو كناريا طبعا بيبكي بحرقة شديدة وبدأ أن ينزل على رقبة كناريا شوية بشوية، وهوب ظهر فهد البطل ونزل ضرب وتخطخ بقى في كل اللي موجودين، وبيقول لأبو كناريا انت عايز تعمل لي كده في بنتك؟ فقال له دي بنتي وانا حر فيها. فقال له فهد طيب ماسك السكينة وحاططها على رقبة بنتك ليه؟ انت هتخرطها على السلطة. والجماعة بقى اللي موجودين واللي بيشجعوا أبو كناريا انه يغرق ايده بدم بنته بيهددوا فهد وبيقولوا له ابعد يا ابني دي البنت ملبوسة وابوها يعني هيعالجها. راح فهد ضحك كده ضحكة سخرية وقال له بيعالجها؟ طب ابعدوا عنها انتوا بقى يا دكاترة علشان اللي في دماغكم ده مش هيحصل. وفهد مسك كوريكو وبيهددهم بيه وبيحاول انه يبعدهم عن كناريا، وهوب فهد زي بتوع السيما شال كناريا وخدها في عربيته ومشي بيها وصاب أبوها مع الجماعة دول بيتخانقوا. وبينتقل بين المشهد لغلاب الجرح عم فهد البطل واقف في وسط رجالته وبيزعق في واحد منهم وقال له انت ازاي تعمل كده وتهجم على بكر وتقتل أخوه؟ فرد عليه الراجل ده وقال له أنا بحفظ لك هيبتك يا كبير. فرد عليه غلاب وقال له انت اخترت التوقيت الغلط، ما كانش ينفع دلوقتي خالص، احنا لسه يا دوب ما خلصناش من حكاية حجازي ومراته، تقوم انت عامل عاملة زي دي وفي نفس اليوم وتهيج علينا الدنيا؟ فرد عليه وقال له ما خلاص يا عمدة اهي اتعملت وعدت وخلاص. فقال له العمدة غلاب لا يا فالح مش خلاص ولا عدت، الضابط بعت لي علشان اروح له بكره المركز هياخد اقوالي واكيد الضابط ده هيسمعني كلمتين في الموضوع. طبعا غلاب قال له كمان انت كيف نسيت ان ابن عمرو ده يبقى ضابط وانا مش عايز اذي ابني، وطبعا كمان ابني ما يعرفش احنا شغالين في ايه ومش عايزه يعرف اي حاجه عن شغلنا. ابن الضابط عمرو لو عرف شغلنا ده ساعتها هيتهد كل اللي انا بنيته من سنين طويله وطول عمري ببني فيه. وغلاب مسك عبود الراجل بتاعه من رقبته وهدده وقال له اياك تتصرف من دماغك تاني بعد كده والا قسما عظما ما هستخسر جتتك في الديابه، فهمان ولا لا؟ فقال له فهمان يا جناب العمده، امر جنابك. وبينتقل المشهد في بيت فهد بعد ما أخد كناريا وبياكلوا كلهم مع بعض مع أمه وأبوه وأخته راوية وبيعزموا عليها بالأكل وهي مش راضية تاكل، وكناريا رافضة تاكل تماما وعايزة تمشي علشان خايفة أمها تقلق عليها، وكمان أختها الصغيرة متعلقة بيها جدا وزمانها ميتة من العياط عشانها. فجأة بيظهر صوت أبو كناريا وبيزعق وبيقول أنا عايز بنتي اتخطفت. فنزل له فهد بسرعة في الشارع وكان أبو كناريا معاه رجالة وفهد وصاحبه ريكو بيزعقوا معاه، وفهد بيقول لأبو كناريا انت هتسكت ولا اقول للناس دي كلها انت كنت هتعمل ايه في بنتك انت والرجالة اللي جايبهم دول؟ في الوقت ده كناريا واقفة في البلكونة مع راوية وأهل فهد وابوها بيقول لفهد اسمع يا اللي ما اعرفلكش اسم انت دلوقتي خطفت بنتي واطلع هاتها من فوق والا هخلي الدم هنا للركب. فريكو صاحب فهد واقف ومستغرب فبيسأل فهد بنت ايدي اللي انت خطفتها، انت خطفت كناريا فعلا يا فهد؟ وهل هي فعلا معاك فوق ولا الراجل ده جاي يتبلى عليك وخلاص؟ فهد قال له هفهمك بعدين بس اتقل انت. ففهد وجه الكلام لأبو كناريا وقال له حلفان بقى على حلفانك، بنتك دي مش هتشوف ضفيرها تاني، والكلام ده مش من وحي الخيال، لا بنتك واقفة قدامك اهي فوق، لو عاوزة تنزل لك كانت نزلت، أنا ساكت لحد دلوقتي ومش عشان خاطرك لا ده عشان خاطر عيالك وعشان خاطر كناريا، ومش عايزة أقول أنت عملت إيه في بنتك. راح أبو كناريا منفعل وقايل لفهد بقى أنت ياضيا اللي جاي غريب في الحتة وخطفت بنتي بعد ما ثبتها بالسلاح، وراح مطلع السلاح من جيبه ولسه هيضرب بفهد راح فهد هوب ماسك إيده. في الوقت ده ظهرت الحاجة فايزة الشبح وزعقت في أبو كناريا جدا وقالت له لم سلاحك ياض ده الشيطان شاطر. فقال لها يرضيكي كده يا حاجة فايزة، الواد ده خطف بنتي وانا عايزها دلوقتي. راح فهد قال لها ما حصلش يا حاجة، بنته واقفة فوق قدامك اهي، لو عايزاه كانت نزلت له، ودي قاعدة معززة مكرمة مع امي واختي يعني ضيفة، ولو انا فعلا اخدتها بالغصب تنطق وتقول. فجأة صرخت كناريا من فوق وقالت لابوها امشي يابا كفاية اللي انت عملته، امشي وسيب الناس دي في حالها وحسبي الله ونعم الوكيل فيك، انت استحالة تكون ابويا، امشي يابا علشان مرميش نفسي من هنا واستريح منك. الحاجة فايزة الشبح بقى قالت لها خليكي يا كناريا خليكي يا بنتي زي ما انت كده، انت في حمى ربنا وحماية لغاية ما اشوف انا الموضوع ده ايه. الحاجة فايزة الشبح قالت لابو كناريا روح انت بقى بيتك وانا هفهم الموضوع واجيبها لك لحد عندك. راح واحد من الرجال اللي كانوا مع ابو كناريا قالوا جرى ايه انت هتسمع كلام ولية ولا ايه؟ راح ريكو تهجم عليه والحاجة فايزة كمان سمعته كلمتين في جنابه. راح ابو كناريا اخد رجالته ومشيوا.
وبعد كده الحاجة فايزة قالت لريكو هات صاحبك فهد وتعالوا ورايا. قال لها حاضر يا حاجة. مين بقى شايف المنظر ده كله؟ واحد من رجالة شامل، وشكله كده سجل ده في دماغه وهيروح يقول لشامل. وبينتقل بينا المشهد وبنشوف فهد وريكو قاعدين مع الحاجة فايزة، وحكى لها فهد على كل اللي أبو كناريا كان عايز يعمله في بنته. قالت له ده راجل ندل طول عمره وخسيس، خلي البنت كناريا عندك وانا هشوف الراجل الواطي ده. وسألته الحاجة فايزة انت لسه شغال مع التمساح ولا سبته؟ فقال لها لسه يا حاجة بشتغل معاه. فقالت له براحتك. وبينتقل بينا المشهد وبنشوف آسيا راكبة حسام في النادي، وبيكلمها الضابط عمرو ابن غلاب وبيتغزل فيها، وقالت له بص أنا عايزة أقول لك الصراحة. قال لها من غير ما تقولي، أنا هبوظ لك الموضوع الجواز ده خالص من عندي، وما تقلقيش خالص واحنا صحاب وأنا جنبك. فجاله تليفون واستأذن منها ومشي. وبينتقل بينا المشهد لفهد وريكو، وبيقول له انت غلطت يا فهدي لما رفضت عرض الحاجة فايزة. وهم وقتها كانوا واقفين بيراقبوا سيد، ولقوه نازل هو ومرات أخوه عدنان، وريكو بيقول له ده شكلهم كده رايحين مصيف ولا كأنهم مات لهم ميت، وتحس كده انهم كانوا مغفلين المرحوم وبينهم حاجة، ومشوا وراهم بالعربية. وبينتقل بينا المشهد لكناريا ماشية مع راوية أخت فهد، وبيتمشوا شوية في الشارع. فجأة ظهر أبو كناريا ومسكها من إيديها وقال لها يلا يا بنت معايا على البيت. فتهجمت عليه راوية وقالت له ابعد عن طريقنا يا راجل انت أحسن لك، والناس اتلمت عليهم وبقت خناقة. راوية قالت له كناريا هتفضل معانا وده حكم الحاجة فايزة الشبح. فقال لها الحاجة فايزة الشبح تحكم على نفسها وعلى أولادها لكن ما تحكمش عليا. فكناريا بتقول له مش هرجع معاك تاني وههجم البلد دي كلها علشان ترتاح مني. فظهرت أم كناريا في المشهد وبتقول لها يا بنت اخذي الشيطان وتعالي روحي معانا، يا بنت أبوكي مظلوم بعد اللي حكاهولي. فقالت لها كناريا مين ده اللي مظلوم ياما؟ أبويا ده كان عايز يموتني. فقال لها أبوها تاني يا كناريا تاني يا بنتي هتصدقي كلام الواد فهد ده؟ طبعا فهد كان مصور المشهد كله بالموبايل بتاعه لما كان أبوها يعني عايز يقتلها. راحت كناريا طلعت التليفون وفرجت أمها والناس كلها على الفيديو ده، وأبوها بيحاول يشد منها الموبايل وما زال بينكر، وقال لها أنا كنت عامل لك مفاجأة علشان بتفائل بوشك الجميل يا بنتي وأنا بطلع الحاجات من تحت الأرض، يقصد الآثار يعني. راحت مراته ماسكة فيه وهاتك يخنق وقالت له بقى هانت عليك يا راجل، بنتك ضناك علشان تخلص عليها وعشان تطلع الحاجات المساخيط اللي تحت الأرض دي. وهوب خناقة وراوية نزلت فيه ضرب بالشبشب. وبينتقل بين المشهد وبيظهر فهد مع كناريا وبيسألها عن أحوالها وعاملة إيه ويا رب تكوني مبسوطة عندنا. فبتقول له أنا كويسة يا فهد. وفجأة فهد سألها سؤال وقال لها أنت قلت من شوية الراوية أختي إن كان نفسك يكون عندك أخ زي فهد، أنت فعلا يا كناريا معتبراني أخوكي؟ فردت عليه كناريا وقالت له أنت عايز توصل لإيه يا فهد؟ قال لها عايز أوصل لقلبك. وفي مشهد رومانسي بقى بيقول لها فهد أنا ما ببطلش أفكر فيكي طول الوقت، حاجة كده حصلت لي فجأة. قالت له كناريا بلاش يا فهد مش هينفع. فقال لها فهد اللي مش هينفع ده احنا حتى شبه بعض يا بت، لو شغلتي دماغك شوية هتلاقي كل ده ترتيب ربنا علشان يحطنا في طريق بعض. فقالت له كناريا طريقه كله مطبات يا فهد، وانا يا فهد مش عايزة اتعلق بحد. راح فهد بصلها بصة كده رومانسية وقال لها ما الحال من بعضه. ولحد هنا بتخلص حلقة النهاردة، واستنونا في حلقة جديدة جاية، والسلام.